بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده هنتكلم عن الأسماك وإنتاج العالم في الأسماك، وبالنسبة السمك إيه أهمية السمك؟ السمك يا جماعة مهم جدًا وغذاء رئيسي لسكان العالم وخصوصًا الناس اللي عايشة على السواحل، سواء البحار أو المحيطات. عندنا مثلًا سكان إسكندرية، بورسعيد، دمياط، كل دول السمك عندهم مهم جدًا وبياكلوه يعني معظم الأسبوع، متوفر وسعره مناسب وهُم بيحبوه. طيب إحنا عندنا المصايد الأسماك يا جماعة موجودة في كل العالم، سواحل أي بحر أو محيط بتلاقي عنده مصايد أسماك، بس في مناطق بقى المناطق دي بيبقى السمك فيها أكتر، اللي هي إيه بقى، سواحل غرب أوروبا وسواحل أمريكا الشمالية وسواحل أمريكا الجنوبية. ليه بقى؟ لإن في عوامل معيّنة طبيعية وبشرية بتخلّي ال ال الس الحرفة دي مهمة جدًا والسمك كتير في المناطق دي. هنشوف إيه هي العوامل الطبيعية ونشوف العوامل البشرية. طبعًا العوامل الطبيعية حاجات ربنا خلقها في المكان بتساعد على كثرة الأسماك. إيه بقى العوامل الطبيعية؟ التقاء التيارات البحرية الدفيئة مع التيارات الباردة، ده يؤدي إلى كثرة الثروة السمكية. ليه؟ لأن لمّا بتلتقي التيارات الباردة مع التيارات ال الدفيئة، ده بيؤدي إلى إن آآ بيظهر كميات كبيرة من الغذاء على سطح الأرض، على سطح المَيّة، فده بيؤدي إلى غذاء كتير، فالسمك بياكل، فبيكبر، فبينتجوا كميات إيه، كبيرة. ده إيه، ده السبب الطبيعي الأول. نمرة 2، ضحالة المياه الساحلية وغناها بالمواد الغذائية. خلّي بالكم السمك دايمًا يحُط البيض بتاعه فين، في المناطق اللي هي زي ما تقولي إيه، الخلجان اللي على الشاطئ، حركة المَيّة هادية، فالسمك يحُط البيض في المناطق دي. فكل ما كان الشاطئ فيه تعاريك وخلجان، كل ما كانت الثروة السمكية كتيرة. وهنشوف سواحل غرب أوروبا بتتميز بإنها أكبر مناطق العالم في التعاريك. فعشان كده هي فيها ثروة سمكية كبيرة جدًا، وخدناه في الترم الأول، إن سواحل غرب أوروبا بتتميز بكثرة التعاريج. أهي بُصّوا، شايفين الساحل متعرج إزاي، شايفينه واضح؟ التعاريج دي بقى هي اللي بتؤدي إلى إن السمك بييجي يحط البيض بتاعه، فبيؤدي إلى إيه، كثرة الثروة السمكية. فهتلاقي سواحل غرب شمال غرب أوروبا من أكبر مناطق إنتاج السمك في العالم، سواحل أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية برضه فيها تعاريج، أدي أمريكا الشمالية وأدي أمريكا الجنوبية، زائد إنه بتطل على مسطحات مائية كبيرة، المحيط الأطلنطي شرقًا، الأمريكتين، والمحيط الهادي غربًا. بُصّوا بقى قارنوا بقى بين سواحل أفريقيا، خط الساحل بتاع أفريقيا شايفينه مستقيم تقريبًا إزاي، فيه تعاريج كتيرة؟ ما تلاقيش، بس غرب أفريقيا فيه التقاء تيارات دفيئة وتيارات باردة. طب يعني إيه تيار دفيء وتيار بارد يا جماعة؟ المَيّة بتتحرك في المحيطات زي بالضبط الرياح على سطح الأرض، فعندنا تيارات كده معروفة جدًا، في تيار مَيّة دافية بييجي من غرب أفريقيا يروح عند أمريكا الشمالية وبعدين يتجه إلى شرق أوروبا، ده اسمه التيار تيار الخليج الدافئ. تيار الخليج إيه؟ بيلتقي مع تيار جاي من الشمال بقى من عند المحيط القطبي. التقاء التيارين دُولة سواء غرب أفريقيا أو غرب أوروبا وشرق أمريكا بيكتّر الثروة السمكية. برضه عند اليابان هنلاقي في تيارات برضه بتلتقي ما بين تيار دفيء جاي من عند خط الاستواء وتيار بارد جاي من القطب الشمالي. يبقى إذًا دي حاجة طبيعية. التعاريج برضه بتؤدي إلى كثرة الثروة السمكية. يبقى دي العوامل الطبيعية اللي بتساعد على كثرة إيه، الثروة السمكية. حاجات ربنا خلقها والّا لأ؟ طبعًا ربنا خلقها. طيب تعالوا بقى نشوف العوامل البشرية، الإنسان إيه دوره في إن يكون إنتاج السمك كبير؟ أول حاجة بقى إن الإنسان بيعمل مواني، الإنسان بيعمل إيه؟ مواني عشان ترسوا فيها سفن الصيد. المواني دي على فكرة ممكن تكون ميناء طبيعي بسبب التعريج أو ميناء صناعي الإنسان عامله، فعشان كده هو عامل لِك المواني عامل مشترك بين العوامل الطبيعية والعوامل البشرية. بمعنى إيه؟ الخلجان
بتبقى عميقة، فالسفينة ممكن تدخل وترسو. طب ما فيش تعاريج، بيعملوا بقى ميناء صناعي، إن هم بيعملوا ويصبوا أرصفة بالخرسانة. الأرصفة دي بتبقى عاملة زي حرف اليو، السفينة تدخل جوه حرف اليو وترسو عند الشاطئ وتفضي الحمولة. فالمواني دي مهمة جدا لتنشيط الصيد. طيب العامل البشري التاني ايه بقى؟ توافر الخبرات الفنية. طبعا الصياد اللي عنده خبرة فنية وعنده ادوات وعنده ثلاجات وعنده سفن ضخمة، هيجيب انتاج اكتر ولا هيجيب انتاج قليل من السمك يا جماعة؟ ها؟ أكتر. هيجيب انتاج اكبر طبعا. يبقى توافر الخبرات الفنية والعلمية لصناعة المراكب وأدوات الصيد والسلجات. في اليابان والصين السفينة بتخرج، دي مش سفينة بقى، ده سفينة ضخمة جدا، بتخرج تصطاد جوه السفينة مصنع. المصنع ده بيعلبوا فيه السمك وينضفوا السمك ويعملوه مثلا فيليه كده، وفيه تلاجات. السفينة توصل بعد 6 شهور المينا، تنزل الإنتاج عبارة عن إيه؟ إنتاج معلب ومتصنع جاهز، ينزل الأسواق بقى يتباع. يبقى ده تكنولوجيا وتطور، وده بيؤدي الى انه بيصطادوا كميات كبيره. كمان ممكن عامل بشري برضو يزود السمك، ان تعملي اللي هي المزارع السمكيه، انك انت تجيبي تعملي احواض من الميه وترمي فيها زريعه سمك صغيره وتغذي السمك ده، ما تسيبوش هو اللي ياكل، لا انت بترمي له اكل. ده اسمه زرع سمك المزارع. وخلال فتره زمنيه معينه السمك ده بيكبر، تصطاديه وتبيعيه وتوفري انتاج كبير في السوق. يبقى دي العوامل اللي بتأثر في تطور حرفة الصيد وتزوده. يبقى هنقول تاني، يلا يا حنين، هتقسم العوامل إلى قسمين رئيسيين، عوامل إيه وعوامل إيه يا حنين؟ عوامل طبيعية وعوامل بشرية. برافو يا مريم. إيه العوامل الطبيعية اللي بتأثر في السمك، في إنتاج السمك؟ مريم؟ معايا مشكلة عمق الماء الساحلية. يبقى الطيارات التقاء الطيارات الدفيئة، وقلت ضحالة الإيه؟ المياه والتعريج. التعريج برضو بتأثر، بتؤدي إلى وجود أماكن ممكن تتعمل مثلا أماكن لرسو السفن، وكمان بيكسر فيها قلت الإيه؟ السمك. طيب قول لنا العوامل البشرية يا حنين. توفر الخبرات الفنية أيوه والتوسع في تربية الأسماك. كويس. وقلت توافر المواني. المواني يا إما تكون طبيعية بسبب التعريج أو الإنسان يبني مواني. قلت لك بيعملوا بيصبوا خرسانة فتعمل زي حرف يو كده، فالسفينة تدخل جوه الحرف ده، بيعتبر زي خليج كده. تعالوا بقى نشوف انتاج المية بقى. يعني احنا عندنا بنقسم انتاج السمك من عدة انواع من المياه. المياه المالحة طبعا اللي هي بتاعت ايه؟ البحار والمحيطات، سواء بقى المحيط الاطلنطي، المحيط الهادي، البحر الاحمر، البحر المتوسط، كل دي محيطات بنصطاد منها سمك، دي ميه مالحه. في بقى بحيرات ميتها مالحه زي البحيرات اللي في شمال مصر يا جماعه، اللي هي زي مثلا بحيره البرولوس والمنزله مصر. وإدكو وماريوت، دي بحيرات متصله بالبحر المتوسط فهي مالحه برضو بنصطاد منها، تدخل ضمن الايه البحيرات بقى. دي الميه المالحه، يا اما بحار ومحيطات يا بحيرات. بنصطاد برضو من الميه العذبه زي ايه بقى؟ الانهار ميتها عذبه، البحيرات العذبة زي بحيرة ناصر، زي بحيرة فيكتوريا، دي بحيرات. يبقى دي برضو مكان نصطاد منه. في بقى المزارع السمكية بقى اللي هي الأحواض اللي بنعملها ونملاها مية ونحط فيها زريعة السمك ونجيب لها الأكل لحد عندها، وبعد فترة معينة إيه نصطاده. وهوريكم كل ده في الفيديو بعد كده. أوكي؟ ده دي اللي هي تعتبر المناطق الصيد. هنشوف بقى نسبة كل منطقة. هو بيقول لك أكبر منطقة بنصطاد منها اللي واخدة نص الدايرة مين؟ نص إنتاج السمك بيجي من أنهي مية يا حنين؟ من المحيطات والبحار. اللي هي المياه الإيه؟ المالحة، الملح. صح؟ طيب بالنسبة للمزارع السمكية
يا مريم تقريبا ايه الجزء اللي واخده المزارع السمكيه تقريبا قد ايه من الدايره اللي قدامك دي؟ التلت، الثلث، برافو عليك. اما بقيه السمك بيجي بقى من الميه العذبه. يبقى الترتيب: الميه المالحه، محيطات وبحيرات مالحه وبحار، دي نمره واحد 50%. التلت بيجي من المزارع السمكيه، والباقي بيجي من المياه العذبه اللي هي ميه الانهار وميه ايه؟ البحيرات العذبه. خلاص. تعالوا بقى نشوف الدول المنتجه. اكبر دوله في العالم في انتاج السمك يا جماعه الصين. دي اكبر دوله. ليه بقى؟ اولا هي بتنتج اكثر من ثلث الانتاج العالمي، وليها مصايد على المحيط الهادي، وعندها انهار وبحيرات ومزارع بتربي فيها السمك. تعال نشوف موقعها فين، البحر والمحيط. هي بتطل طبعا المحيط الايه؟ الهادي. طبعا انتوا عارفين مكان الصين اهي، اللي هي بيمر فيها تحت في جنوبها مدار السرطان. كل ده بتطل على المحيط الهادي. وكمان في عندها قلت نهر اليانجيتسي ونهر هوانجهو، وفي بحيرات كتيرة زائد بيربوا في مزارع سمكية. وكمان على فكرة بيربوا السمك في مزارع الأرز كمان، مش أنا وريتكم مرة وهوريكم تاني دلوقتي. يعني الأرز لازم يفضل في المية، مغمور في المية طول فترة النضج. هما بيستغلوا بقى الفرصة ويرموا في المية كمان سمك. فييجوا قبل ما يحصدوا القمح الأرز، يبتدوا الأول يصفوا المية عن الأرز ويصطادوا السمك اللي موجود، وبعد كده يبتدوا يحصدوا القمح الرز براحتهم. يبقى هما كده زرعوا رز وربوا سمك. يبقى اذا الصين هي الاولى، وده السبب. هي الاولى ليه؟ عشان بتطلع على المحيط ايه؟ قولي يا مريم. ليه الصين الاولى يا مريم؟ ليه؟ دللي. قال ان الصين بتحتل عشان بتنتج كام في المية؟ مريم معاك يا مس. بتنتج قد ايه الصين؟ وبتطلع على محيط ايه يا مريم؟ الهادي. صح. وعندها كمان ايه؟ انهار وبحيرات، وفي مزارع تربية السمك. وبتنتج كام في المية يا حنين؟ أكتر من التلت. من الثلث. الثلث يا جماعه 33 ونص، خلي بالكم. او 33 ده الثلث. هي بتنتج اكتر من 33، لان ممكن يجي لك في الاجابات بالارقام مش بالحروف. يبقى الثلث 33. طيب عندنا بعد كده يليها بقى الاندونيسيا، برضو جزر في المحيط الهادي. اندونيسيا دي جزرها كتيره جدا. كمان الولايات المتحده لان بتطل على المحيط الاطلنطي والمحيط الهادي، وبرضو عندها بحيرات وعندها انهار. فعشان كده هي تعتبر من اكبر الدول في انتاج ايه؟ السمك. وزي ما شايفين في الخريطه برضو هنا، نبص شوف كده، ادي الولايات المتحده اهي، هنا في وسط امريكا. بتطل المحيط الاطلنطي شرقا، المحيط الهادي غربا، البحيرات اللي هي العظمى اللي هي قلنا انتاريو وسوبيريو، زائد فيها انهار زي نهر المسيسيبي. عندها بتطل على خليج المكسيك. وكل دي مسطحات مائيه هي بتطل عليها وبتصطاد منها. فعشان كده انتاجها كبير. اندونيسيا اهي جزر كلها في المحيط الهادي، فعشان كده سواحلها كلها عن طريقها بتصطاد. هو ده الظروف اللي هيأت، او دي اللي خلت الدول دي تنتج كميات كبيره من ايه؟ من الاسماك. يبقى الاولى الصين، تليها اندونيسيا والولايات المتحده. طيب نيجي بقى الدول اللي بتصدر بقى. الصين من ضمن الدول اللي بتصدر هي والنرويج وتايلاند. طب ليه اندونيسيا والولايات المتحده ما بيصدروش؟ الصين هي اللي بتصدر، وظهرت النرويج وتايلاند. على فكره النرويج من دول غرب اوروبا، اللي شمال غرب اوروبا، اللي هي في الجزء ده اللي هو بنسميه شبه جزيره اسكندنافيا، اللي هي عندها التعريج الكتيره دي في شمال غرب اوروبا. يبقى النرويج بتصدر. طب ليه الصين بقيه الدول ما بتصدرش ليه؟ تفتكروا ليه؟ اندونيسيا رغم انتاجها كبير بس ما بتصدرش. بالتاكيد ايه بقى؟ ها؟ بالتاكيد السكان بتاكله، صح؟ أيوه. اندونيسيا على فكره سكانها كتير على فكره، من الدول الاسلاميه اللي سكانها كبيره. يبقى كده اندونيسيا ما بتصدرش رغم انها بتنتج. خلي بالكم بقى، في فرق بين اللي تنتج واللي بتصدر.
قلنا اللي بتصدر الصين ومين كمان؟ ها؟ والنرويج ومين كمان؟ تايلاند. وتايلاند. تايلاند دي من دول امريكا، من دول اسيا. طيب ده بالنسبه لمين؟ للدول اللي بتصدر. طيب هل العالم ما بينتجش الا بس سمك؟ لا، في كمان حاجات تانية. في القشريات زي الجمبري، في الرخويات زي الصبيط. طبعا انت بتاكلي صبيط كتير يا مريم في البحرين، بتشوفيه مش يا مريم؟ بحبه. طب انت بتشوفي الصبيط على الميه في الخليج يا مريم؟ بيبقى ابيض كده اه، وعايم على وش الميه الصبيط ده، شفتيه؟ ايوه. جميل، شكله جميل قوي. بالليل خصوصا لما تبقى قاعده على اي كافيه ولا حاجه على الخليج، تبص الميه تظهر لك بقى الصبيط ابيض كده عايم على وش الميه، بيبقى شكله جميل جدا. هو ده الصبيط. وفي كمان الحيتان. الحيتان اللي هي الاسماك الضخمه قوي دي، ودي كمان بتعيش في المحيطات وبيصطادوها عشان يستفيدوا من لحومها وشحومها. اللحمه ياكلوها، والشحوم دي ممكن يستخدموها يشعلوها في المناطق القطبيه البارده، او ممكن يستخدموا الشحوم في استخدامات كتيره. يبقى دي كمان دي ايه؟ دي منتجات اخرى مع السمك. يبقى كده عندنا قشريات زي الجمبري، والرخويات اللي ملهاش عمود فقري. الرخويات دي ملهاش عمود فقري يا جماعه. زي كمان ايه تاني ملوش عمود فقري؟ افتكروا كده معايا. يبقى الصبيط. ايه تاني ملوش عمود فقري؟ اللي هو اسمه الاخطبوط. ليه عمود فقري الاخطبوط؟ ملوش. دي اسمها رخويات. وفي كمان الحيتان، وقلت بيستخدموا في ايه؟ لحومها وشحومها. ده بالنسبه لمين؟ لانتاج السمك. نسأل تاني ونقول. قولي يا حنين، ايه اهم الاحياء البحريه اللي الانسان بياكلها غير السمك؟ القشريات زي اه. مثل الجمبري، ايوه. والرخويات زي الصبيط والحيتان ايوه، برافو عليك. اللي هي انت تعيش في المحيط انت أصلا. عايشه في محافظه ايه يا حنين؟ في الأقصر. انت الاقصر، انت قريبه من بحيره ناصر، طبعا بتاكلي سمك كتير جدا برضو من بحيره ناصر، اللي هو القشر البياض والبلطي، صح؟ أيوه. انت عندك انت بقى قشر بياض وبلطي، لان ميه عذبه. على فكره قشر البياض ما تلاقوش في الميه المالحه. يعني انت حظك حلو انك انت بتاكلي قشر البياض بتاع الميه العذبه. اما بقى مريم عشان قاعده في البحرين فبتاكل حاجات بحريه بقى اللي هي قلت ميه مش مالحه بحب حادقه. السمك أصلا. على فكره السمك غذاء مهم جدا ومفيد جدا لصحه الانسان، وما يسببش مش امراض يا مريم. بحبه. لا، لازم تاكليه، مفيش حاجه اسمها ما بتحبوش. كل الجمبري. مش... لا، لازم. بيتعبوني. لا، حاولي تاكلي لانها اسماك مفيده جدا لصحه الانسان. ده بالنسبه لانتاج السمك. فهمتوه كويس جدا؟ نحل سؤالين بقى اه. ونطمن. يلا يا حنين. طب كويس، ده على الثروة الحيوانية كلها. نراجع كده على الثروة الحيوانية، احنا بنحل على السمك. يلا، مين أكبر الدول في تربية الأبقار؟ قلنا مين؟ ده حنين. الأسئلة. الإيه؟ الأسئلة دي آه، اللي هي صفحة صفحة 33. مين أكبر دولة في تربية الأبقار؟ وقلت بيعبدوها فما ما فيش صفحة بيذبحوهاش. 33. ها؟ ما فيش في صفحة 33. أنت معاكي كتاب إيه الأول؟ الأضواء ولا سلاح التلميذ؟ مصر مع لا، الامتحان. طب خليكي معايا يا حنين. أنا معايا الامتحان. لا، هقول لك بقى، أصل أنا فاتحة دلوقتي طب استنى، أنا ممكن أغير الكتاب لحظة واحدة. أنا عندي برضو الامتحان، لحظة واحدة. هغيره عشان يبقى انتوا معاكم الأسئلة ما فيش سكرين، قدامكم. ما فيش سكرين يا مس. لا، معلش، ما انا بقول لك عشان انا بسجل الحصة. اوكي. كده انا فتحت اهو. هجيب لك بقى ايه؟ صفحة كام؟ لا، ده كده جاب للأسف الشديد. ده الترم الأول للأسف الشديد. لا، الفصل الدراسي التاني اهو. استنى معايا، أقول لكم معايا. هقول لكم تمام. صفحة كام، هقول لكم صفحة كام. لا استنى، واحدة واحدة، فتحت كتاب غلط. عشان انت نزلته. طب خلاص، انا هقول السؤال وانتوا جاوبوا معايا، عشان مش عارف اوصل للي انا عايزاه دلوقتي.
أنا هاقول السؤال يا حنين، مين أكبر دولة في العالم في تربية الأبقار؟ الصين، اليابان، الهند، العراق؟ الهند. برافو عليكِ. طب بُصّوا، أنا هاخدها screen وهابعتها لكم على الجروب، عشان برضه ما تحتاروش معايا. كده وصلت لكم أهي، عشان إيه يبقى كلنا فاتحينها وما تبقاش في مشكلة عند حد. يالّا خلاص، يالّا يا مريم، تعد الصين من أكبر الدول في تربية إيه؟ الصين الأولى في إيه بقى يا مريم؟ أبقار، أغنام، ماعز، إبل؟ الصين الأولى في الأغنام. أيوه برافو عليكِ صح، يالّا يا حنين. جيم يا حنين، تشتهر الصين تشتهر بصيد الصين الأسماك. ها، بتحتل المركز الأول تحتل المركز إيه المركز إيه في إنتاج السمك؟ الأول. صح، يالّا يا مريم، تحتل دولة إيه المركز الأول في إنتاج اللحوم الحمراء يا مريم؟ الصين. أيوه طبعًا عشان بتنتج لحم الخنزير. لأ، أمّا اللحوم البيضا يا جماعة السمك والفراخ اسمهم لحوم بيضا. يالّا يا مريم، يالّا يا حنين، صح وغلط وصوّبي الخطأ. مصر من أكبر الدول المنتجة للألبان في العالم. خطأ. طبعًا غلط لأن مصر بتستورد، لكن أكبر الدول المنتجة مين؟ الهند. أيوه برافو عليكِ. يالّا يا مريم، يا مريم، تعتبر الهند أكبر الدول في العالم في إنتاج اللحوم. غلط. لأنها ما بتذبحش أصلًا البقر، تبقى الأولى إزاي؟ الأولى مين؟ صلّحي قولي لنا مين الأولى؟ برافو الصين. يالّا يا حنين. تشتهر أستراليا بأجود أنواع الأصوات في العالم، صح. مضبوط، اللي هو قُلت إيه، خ النوع المارينو، أغنام المارينو اللي ذات الصوف الجيد. يالّا يا مريم. تعتبر الولايات المتحدة أكبر دول العالم في إنتاج السمك يا مريم. لا. وقُلنا الأولى مين؟ الصين. برافو. يالّا يا حنين، زيادة معدل استهلاك العالمي من اللحوم ليه يا حنين بما تفسر؟ اذكري السبب. بسبب ارتفاع مستوى المعيشة. أيوه صح، وإيه كمان؟ بس. لأ في واحدة ز تانية، قُلنا ارتفاع مستوى المعيشة وحاجة تانية. ها عارفة إيه يا مريم النقطة التانية؟ أيوة، لأن معظم سكان العالم يدخل في نحو 80%. يتسلقوا السمك. لأ إحنا في اللحوم، أنتِ قُلتِ ارتفاع مستوى المعيشة صح. آه، إيه تاني؟ في سبب تاني، لهم. آه، سبب تاني نقوله في كل إنه يدخل ها، نحو 8%. قولي يا حنين بتقولي إيه؟ إنه يدخل نحو 8%. طيب. لأ إحنا مش قُلنا إن زيادة السكان، مش السكان بيزيدوا أيوه. فاستهلاك اللحوم أيوه. بيزيد، زائد ارتفاع مستوى المعيشة، يبقى كده نقطتين، يبقى لازم أقول النقطتين. طيب بسبب إيه ارتفاع مستوى المعيشة في كثير من الدول العالم. ونمرة 2 وزيادة السكان، التزايد الرهيب في عدد السكان، فده بيؤدي إلى زيادة استهلاك اللحوم. يالّا اللي عليه الدور مين؟ نمرة ب، انخفاض عمل العاملين بالرعي البدائي، قُلت لسببين، كل واحدة تقول أنتِ قولي واحدة وقولي سببها، وأنتِ قولي منطقة يا حنين وقولي سببها. يالّا يا مريم، قولي لي منطقة أقل فيها العاملين بالرعي وإيه السبب؟ مريم؟ قلت في شبه الجزيرة العربية عشان الأكل. لاستخراج البترول. أيوه اتجهوا للعمل في البترول، وإن الدول دي وطّنت البدو، خلّتهم عايشين مستقرين، فحرفة الرعي بتتنقّل. تمام، التانية بقى المنطقة التانية يا حنين؟ وسط آسيا. وسط آسيا بسبب إنهم اتجهوا إلى إيه؟ بسبب انتشار التعليم. صح، وإنهم بدأوا يتجهوا إلى الوظايف الإيه، في الخدمات. تمام، طيب هنا جايب لِك جملة تنتشر حرفة صيد الأسماك على سواحل القارات التي تتوافر بها العوامل الطبيعية والبشرية، التي تساعد على تطور الحرفة. حدد أهم مناطق انتشار حرفة صيد السمك. قُلت فين المناطق؟ حددنا مناطق معيّنة يا جماعة.
فين وفين وفين؟ ها، ممكن تقولي سواحل المحيط شرق آسيا والمحيط الهادي، تمام. وإيه كمان؟ أنا حددت مناطق معينة. ها حنين، قولي واحدة منهم يا حنين. ولا غرب أوروبا سواحل. ها، غرب أوروبا شمال غرب وشمال غرب أوروبا، صح. وخصوصا شمال غرب أوروبا اللي هي المنطقة بتاعت قلت لكم النرويج، دي شمال غرب أوروبا. والمنطقة التانية أمريكا أمريكا الشمالية الجنوبية. السواحل بتاعت وأمريكا أمريكا الشمالية الشمالية وأمريكا الجنوبية، صح. الجنوبية وقلت جنوب المناطق اللي هي شرق عند المحيط الإيه الهادي في شرق آسيا. هذه يبقى إذا دي أهم مناطق إنتاج السمك. السؤال التاني يا حنين، هنا صنف العوامل الرئيسية لحرفة صيد الأسماك. قلنا عوامل إيه وعوامل إيه اللي بتنشط الحرفة؟ عوامل طبيعية وعوامل بشرية. طب قولي لنا نقطة من الطبيعية يا مريم. عوامل طبيعية، قلة عمق، أيوه، السواحل كويس، ووجود الخلجان وكده، صح. نمرة 2 يا حنين في العوامل الطبيعية، قلت اللي هي التقاء التقاء إيه؟ التيارات البحرية الدافئة الدافئة مع والباردة، مظبوط. طب قولي لي واحدة في البشرية يا مريم. حاضر. طفل الماء، الروس، السفن صح، أيوه المتطورة، صح. والخبرة الفنية، تمام. نمرة 2 يا حنين التوسع في تربية الأسماك. اللي هي المزارع السمكية. وقلت المواني دي منها مواني طبيعية أو منها مواني الإنسان عملها. هنشوف بقى الكلام ده في الفيديو عشان الكلام يثبت في ذهنكم وما ننساش الكلام اللي قلناه. هوريكم الأول مزارع الأسماك، يعني إيه، أو مناطق تربية السمك في الأرز في الصين والحتت دي. طبعا إحنا كده إيه، هنضطر نقفل الفيديو ده ونفتح الشير بقى. أوكي، يلا، سلام عليكم. ما تطلع